السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعينا المحترمين في كل مكان. النهارده هقدم لكم شوية نصايح عن ضبط الثلاجة والفريزر في الشتاء، لأن طبعا كلنا عارفين إن بتواجه بعض الناس مشكلات زي مثلا الثلاجة بتجمد الحاجات تحت، الثلاجة بتنزل مية، شوية مشاكل كده مرتبطة بعملية ضبط درجات الحرارة. هنكون في غنى عنهم لو فهمنا نظبط ثلاجتنا إزاي. أنا يهمني إن الثلاجة بتاعتي تكون بتجمد في الفريزر وبتبرد تحت، وبالتالي لو أنا فهمت الدرجات المعقولة في الشتاء هتلافى مجموعة من المشاكل الكبيرة، زي مثلا إن التلاجات الديجيتال أنا مش محتاج أظبطها غير على -18 فوق وتحت فوق الأربعة، فوق الأربعة يعني مثلا خليها موجب 5 موجب 6 موجب 4. وكمان لازم تفصلي التلاجة شوية قبل ما تعملي عملية الضبط دي. تمام. عندنا التلاجات الديجيتال، يعني إيه تلاجات ديجيتال؟ يعني اللي فيها شاشة وبظبط عن طريق درجات حرارة قدام. عندي التلاجات مثلا زي التوشيبا، التلاجة التوشيبا أنا مش محتاج في الفريزر تكون أكتر من 3 وتحت على 2. ولكن عاوز أقول نقطة مهمة قبل ما نعمل عملية الضبط يا جماعة، لازم نفصل التلاجة بتاعتنا وقت كافي عشان يعني إيه ما تكونش متأثرة ببرودة الجو والدرجات اللي كانت مظبوطة عليها مسبقا، لأن ممكن تلاقيها مش فارقة معاك كتير، فلازم تفصليها شوية وقت. بالنسبة للتلاجات الكريازي اللي فيها بكرتين، بكرة مكتوب عليها فريزر وبكرة مكتوب عليها فريجيدير أو تلاجة، كل الأنواع اللي بنفس المنظر ده هنخليها على 3 فريزر وعلى 2 أو 1 تلاجة. تمام. وبرضه ما تنسيش تفصليها وقت كافي قبل ما تعملي ده. لو عندي التلاجة الكريازي اللي فيها بكرة تحت وحروف فوق، اخليها برضه تحت على 3 وفوق على بي او على ايه كويس جدا، لان اللي فوق هو اللي مسؤول عن تبريد الكابينة تحت. لو عندي التلاجة ايا كان نوعها بقى فيها درجات للفريزر ودرجات للكابينة، بكرتين، واحدة للفريزر واحدة للكابينة، لازم اخلي الفريزر اعلى من الكابينة وما يزيدش عن 3 في كل الاحوال في الشتاء، واخلي الكابينة تحت 2 وما تزيدش عن كده، لان طبيعي الجو كويس والثلاجة بتاعتي هتشتغل بكفاءة عالية جدا، ما تقيسوهاش على الصيف خالص. لو عندي الثلاجة بتاعتي من النوع القديم اللي هي باب واحد هخليها على 2. لو عندي الثلاجة من النوع اللي مش مكتوب عليه ارقام ومكتوب ماكسيمم ومينيمم ولو، او ماكسيمم ومينيمم وميديوم ومينيمم، اخليها ما بين المتوسط واقل حاجه، ما بين المتوسط واقل حاجه، كويس جدا، ده مش هتفرق معايا. ده بالنسبه للثلاجه العاديه الباب الواحد. طب الثلاجه البابين برضو اللي فيها بكره واحده نفس الكلام، اخليها على 2 كويس جدا في الشتاء، مش محتاج اكتر من كده، وهتلاقي التبريد بتاعك زي الفل. دايما خلي بالك برضو افصلي الثلاجه وقت كويس، يعني ساعه او ساعتين قبل ما تعملي عمليه الضبط دي، عشان هتفرق معاكي جدا. تمام. اغلب مشاكل ثلاجاتنا مرتبطه كمان بجوان الباب، خلي بالك من موضوع جوان الباب، ما يكونش مقطوع، يكون الباب مقفول كويس. كمان ما تسيبيش الثلاجه مفتوحه وقت كبير عشان هتربي تلج والصرف بتاعها يتسد. كمان لما تحطي حاجه في الفريزر بتاع الثلاجه حطيها في كيس، سواء كان خضار او كان عيش او كان اي حاجه، عشان المروحه ما تسحبش البقايا بتاعتهم وتسد بيها الصرف، فتلاقي الثلاجه بتاعتك بتنقط ميه او بتجيب ميه من قدام، ايا كانت بقى المشكله اللي عندك، او بتجيب ميه من جنب اللمبه زي الثلاجات التوشيبا. ولو ده حصل نجيب فني ينظف صرف الثلاجه، او ممكن تلاقوا صف على قناتنا على الورشه اكتر من 10 فيديوهات بنتكلم عن حل المشكله دي لاغلب انواع الثلاجات. اكتبوا الورشه في بحث اليوتيوب وادخلوا دوروا في الفيديوهات، هتلاقي ثلاجتك موجوده ازاي تنظفي الصرف بتاعها لو حضرتك هتعملي ده، وان كنت افضل انك انت تجيبي فني يساعدك في ده. حاجات مهمه قوي لو خلينا بالنا منها هتفرق معانا في الحفاظ على ثلاجتنا، وكمان في ان الاكل اللي جواها ما يتجمدش. اتمنى اكون اتكلمت عنها باختصار لاني مش حابب اطول. ولو انت وصلت لحد هنا في الفيديو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، اذكرنا في دعواتك، سيب لنا سؤال لو انت حابب تسالنا وهنحاول نجاوب عليه سواء بفيديو زي ده او عن طريق التعليقات. السلام عليكم.